الثالثة كان زواج نزوة. نزوة حكما يعني. صباح الجزائري مثلا الفنان الكبير دريد لحام طلع بمقابلة وقال إنه زواجه من والدتك هو نزوة. قبل ما أنت تكون فنان الواحد بده يكون إنسان. في عالم الفن مو كل القصص بتنتهي مثل ما بلشت، وفي بعض الذكريات بتضل توجع حتى لو مر عليها سنين طويلة. في تصريح صادم من الفنان السوري دريد لحام حول زواجه السابق بيقلب السوشيال ميديا، ولكن اجاه الرد الناري من طرف التقي بنت الفنان القديرة صباح الجزائري. وخلال مقابلة إعلامية أخيرة فاجأ دريد لحام الجمهور لما وصف زواجه السابق من صباح الجزائري بالنزوة، وأضاف إنه كان مجرد خطأ وما استمر. هلا هي كلمة صغيرة بس وقعت مثل ضربة السكين وخلت الكل يسأل معقول فنان بهالمكانة بيحكي بهالطريقة عن تجربة شخصية قديمة؟ طبعا ما مر التصريح مرور الكرام، رد الطرف التقي بقوة وقالت قبل ما تكون فنان كون إنسان، شو بدي بفنك إذا بعد سنين عم تحكي عن حدا كان بحياتك وتوصفه بنزوة. وأضافت أنه هالكلام جرح أمها الفنانة صباح الجزائري، بس أبوها الحالي رباح التقي كان هو السند يلي صلح هالجرح. وأكدت أنه أمها اليوم ست فنانة كبيرة ما بينقص من قيمتها هالشي، بالعكس يلي بينقص هو من قيمة يلي حكى هالشي. طبعا ردود أفعال السوشيال ميديا اشتعلت بين مؤيد ومعارض، ناس شافوا أنه دريد لحام ما كان لازم يحكي بهالطريقة، وناس تانيين قالوا يمكن كان عم بيعبر عن وجهة نظره بدون قصد الإهانة. حكي بأصله، حكي بأخلاقه، وصعب الحكي عنه هذا الإنسان بصراحة. القصة بتفتح باب كتير كبير، هل الفنان لازم يحكي كل شي عن ماضيه مهما كان جارح لغيره، ولا في حدود للأمانة والجرأة؟ رأيكم بهمنا، هل كان رد طرف التقي بمحله ولا كان لازم تتجاهل الموضوع؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.